إنه الأهلي يا سادة حامل كروموزومات المكسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناتكم الأهلي وطن سبورت. حضرتك لو دي أول مرة بتشاهدني أو بتشاهد القناة، يا ريت حضرتك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس على الجميع علشان يوصلك الإشعارات لكل فيديو بننشره أول بأول، وفضلا وليس أمرا تضغط لايك على الفيديو ده عشان يوصل لكل المشتركين معانا والفيديو ده ينتشر. إنه الأهلي يا سادة حامل كروموزومات المكسب وصاحب جينات البطولات. الأهلي دائما وأبدا في المواقف الصعبة حينما يتم استدعائه يعرف كيف يتصرف كما الكبار. الأهلي في هذه الليلة وفي ليلة سبقتها أمام بيراميدز كان في محك رسمي وحقيقي وقوي بين هل سيصبح الأهلي بطلا للدوري هذا الموسم أم سيبتعد ويترك هذه المساحة لبيراميدز القادم بقوة وبسرعة الصاروخ لمنافسة كانت شرسة جدا جدا خلال هذا الموسم. توقف قطار بيراميدز عندما أتى صاروخ الأهلي بقوته، وعندما تمكن الأهلي في مباراته السابقة أمام بيراميدز، ثم في هذه الليلة من هزيمة بيراميدز. النهاردة الأهلي بيتمكن من هزيمة بيراميدز بهدف دون مقابل. إمضاء وسام أبو علي، مهاجم بيهاجم، مهاجم بيعمل الشغلانة بتاعت المهاجم، سهلة وبسيطة خالص. الراجل في 14 مباراة في بطولة الدوري مع الأهلي سجل 11 وصنع 4. بتدور على ايه تاني اكتر من كده؟ اهو انا ما بجيبش ارقام من عندي، يعني 14 مباراة في الدوري، لعب 952، سجل 11، صنع 4. زي ما الناس احيانا بتزوم وتزعل وتغضب من الاداره، من التخطيط، من اهو عندك اكبر مثال للعيب تميز واجاد وتالق، فكان واحد من ضمن اسباب تمكن الاهلي من العوده الى السباق كما هو الاهلي، كما عود الاهلي جماهيره. لما بيبقى عندك مهاجم القصه بتبقى خلصانه بمعنى اصح. هتقول لي بقى يا سيدي مهاجم محطه، مهاجم بيركن على جنب، مهاجم موقف ميكروباصات، مهاجم موقف اتوبيس، كل الكلام ده على دماغي من فوق، بس المهاجم بيجيب اجوان، بس بسيطه خالص. فالراجل بيعمل شغلته دي حتمت عليه انه في 14 مباراه يجيب 11 جول. شفت الكرة حلوه ازاي؟ شفت الكرة سهله ازاي؟ وقوم صانع 4. ده ايه؟ مهاجم بس كده، خلاص خلصت القصه يعني. هذه الليله كانت شديده التنافسيه، شديده النديه.
محمود مرعي، ضغط متقدم من لاعيبه النادي الاهلي، عايزه تستخلص الكره من اقرب نقطه، وبالفعل بيستعيدوا السيطره. 52% الاستحواذ مقابل 48. ادي كره خطيره عند الشحات، عرضيه وجول. جول المشع بالحماس والرغبه والانتماء، جمله حلوه وتحرك وحريه، نغمه حلويات من حسين الشحات. كوره خلصانه مخلصه علشان ابو علي وجمال ابو علي في الدقيقه 17 اصدقائي. جدا جدا يا عيني على الترقيصه، ودي لقطه وركله الجزاء. ركله الجزاء لحسين الشحات، عمل الفنتات، علشان كده ارتفعت الصيحات في مدرجات الياقوت الاحمر جماهير النادي الاهلي. داخل وسام، وتاني الاجوال وسام ابو علي. يا علي تركيز مفيد من وسام ابو علي، حطها 10 على 10. اتحرك احمد الشناوي ناحيه الشمال وحقيقيه دولي. بص شوف الحكايه، وبص شوف الروايه، وبص شوف يا عبد المنعم. ديانج تمريره اماميه، هل عدت تصل الى رضا سليم، يزقها مره تانيه. ادي المثلثات، قفشه بيركن يا ولد. جول ايه يا دوب بعد دقيقتين بيحطها بلمسه بديعه، بلمسه تحدث. اخيرا حضرتك لو ما كنتش اشتركت بالقناه لحد دلوقتي، يا ريت حضرتك ما تنساش تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس، وفضلا وليس امرا تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لكل المشتركين معانا. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.